وكل حاجة نعملها بعدين، يعني احنا ناخد الضربة الأولى. ليه في علامة استفهام، واعتقد في ناس كتير في مصر عندها علامة استفهام. لسه المستشار يعني الجبالي كانت بتتكلم واتكلمنا كتير. ليه ما بتنفذوش يا جماعة؟ الله، ما عمرها ما حصل في التاريخ ان في ناس يتهموا بالخيانة العظمى وما يعدموا فورا بالرصاص. يعني ناخد وندي. وبعدين طب تعديل القانون ما عدلناهوش من بدري ليه؟ يعني لازم يبقى ثمنه ضحايا ودم وشهداء. يعني انا وضحيه بحجم النائب العام اللي هو أيوة، يمثل برضو يعني نائب عام ده محامي الشعب ومحامي المجتمع، قيمة لا تعوض. مدام نادية، أنا عايز عشان نقول للمشاهدين كمان التعليق بتاع المستشارة مروة اللي دفعك إلى التأثر البالغ بهذا الشكل. وأنا عارف يعني أنت بتقولي رغم حالتي الصحية لكن أنا مستعد أعمل أي حاجة. هي كاتبة: كسروا ظهري يا بطل يلي كنت ظهري، أنت هتفطر دلوقتي من غيري، بس جايالك مش هتأخر عليك. لا جايالك يا بختك. لا يا نور عيني هتفطر في الجنة يا حبيبي. لا يا نور عين كلنا. بس أنا هترمي في حضن مين دلوقتي؟ دي التويتة اللي دفعتك، اللي أثرت فيكي قوي يا مدام نادية. نعم. ده كلماتها أثرت فيكي جدا، وهي أثرت في الجميع يعني. في كل اللي سمعوا صوتها والقلم اللي اتألمت وما زالت. لكن انا ما فيش تقول لي ان انا هروح، لا انت هتبقي، ولازم احنا كلنا نبقى حواليكي، ولازم احنا نغوض المهانة والتكاسل وعدم الحرص على كنوزنا ورجالنا. في حالة تسيب يا جماعة، في تسيب كل مرة، هو نفس المشهد يعاد. لا ان شاء الله. وطبعا هي نفس الفكرة. ازاي؟ وبعدين لا الله، يعني مش عارف اقول ايه، انا مش عارف اقول ايه، في علامة استفهام. بس انا مش هكمل. مدام نادية الفنانة الكبيرة نادية لطفي، بتوجه لك بالشكر. تأثرت بكلمات المستشارة مروة هشام بركات ابنة الشهيد النائب العام. الكلمات الحقيقة اللي أثرت في الجميع، واللي هي يعني حتى بتخاطب الأب وبتقول له أنا كمان مش هتأخر وهجيلك، يعني وكأنها يعني تشعر إن الحياة بعد استشهاد الأب لم تعد لها أي قيمة، وإنها عايزة تلحق به. وتأثرت